أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب النجاسات وكيفية تطهيرها. قال: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في غسل جميع النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب. والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النطح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار: في الدم يكفيك الماء ولا يضرك أثره. إخواني، تحدثنا في هذا الباب أن النجاسات منها النجاسة الثقيلة، وهي فهي لعاب الكلب ولحم الخنزير. وأما النجاسة المخففة فقد أخذنا منها ذيل ثوب المرأة ويطهره ما بعده، وبول الذكر الرضيع الذي لم يأكل الطعام. ونأخذ مما يتعلق بذلك نجاسة الخف أو النعل من الأسفل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أنه قال: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليدلكهما بالتراب. إذن هذه من النجاسات المخففة. إذا وجد الإنسان في نعله أذى يكفيه أن يدلكه بالتراب، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن مما يتعلق بهذا الباب كذلك السكين التي يقطع الإنسان بها اللحم، وأقصد بذلك اللحم الذي يقطع في الذبيحة، يعني يأتي الإنسان فيذكي خروفا أو ما إلى ذلك، فيأتي ويبدأ يسلخ اللحم من الجلد، تمر هذه السكين على بعض المناطق النجسة. الآن هذه السكين ماذا يزيل عنها النجاسة؟ يكفي أن تمسح السكين مسحا. لا شك أن النجاسة الآن ما زالت مجرد المسح، لكن هذه نجاسة مخففة تخفف أو يخفف فيها الشارع في هذا الباب. هذه من النجاسات المخففة التي مرت ذكرها بين أيدينا. النجاسة تتعلق بهذا الباب. نأخذ الآن نجاسات ذكرها المؤلف حتى نأخذ
في نمط الكتاب اللي نحن نمشي عليه. النجاسات التي ذكرها المؤلف: بول الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لما بال هذا الأعرابي في المسجد ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعوه، يعني حتى ينتهي من بوله، ثم أفيضوا عليه ذنوبا أو دلوا من ماء. إنما يكفي أن تضع عليه الماء. فالآن البول، بول الآدمي نجس، ماذا يكفي؟ يكفي أن تضع عليه الماء. هذا دليل على أن النجاسة إذا زالت أو استحالت طهر. كيف زالت؟ زالت أن تزيل عينها. إذا كان لها جرم مثل غائط الإنسان أو غائط الحيوان، إذا وجد ماذا تفعل؟ تزيل عينه، جرمه إذا وجد وله عين واضحة، يعني يرى بالعين وله جرم واضح، يزال. فالنجاسة تطهر بإزالتها، إزالة عينها، لاحظ، ثم غسل هذا المكان. فأنت تغسل حتى يزول الأثر، فإذا تعسر خفف الشارع في ذلك. يعني إنسان أصاب البول، لاحظ، ثوبه، وهو جاء ووضع الماء وبدأ يزيل هذه البقعة، فإذا حاول وأزالها وبقي شيء من أثرها بسيط فالشارع يخفف في ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض أنه ماذا؟ انضحيه بالماء، لاحظ، ثم افركي، سوف يأتي الآن، ثم افركيه فلا يضرك إذا بقي أثره. خلاص، الشارع من رحمته، رحمة الله عز وجل، أنه يخفف على الناس في هذا الباب. طيب، من النجاسات بول الإنسان الآدمي وعذرته والدم. المؤلف ذكر على مذهب الحنابلة أن الدم الكثير من النجاسات، فالدم إذا خرج من إنسان وكان كثيرا وجب أن يغسل الدم ويغسل المكان الذي وقع عليه الدم. كم مرة يغسل؟ يقول الشيخ هنا أن الشارع ما حدد عدد معين في تطهير النجاسة إلا في لعاب الكلب، ذكر 7، لكن لو أزالت النجاسة بمرة تكفي، مرتين تكفي، 3 تكفي، إذا ما أزيلت ب3 تزيد 4 و5 حتى تزال النجاسة. الشارع لم يحدد عددا معينا، المهم أن تزال النجاسة، حتى لو مش بالماء، بأي شيء آخر أزلت النجاسة، المهم أن تزال النجاسة، هذا هو الأصل. قال المؤلف: إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. المؤلف رحمه الله استند إلى أثر أبي هريرة المشهور أنه الدم إذا كان بضع قطرات يعفى عنه، وإذا كان قدر الدرهم يعفى عنه، فإذا زاد وجب أن يغسل. هذا على مذهب الحنابلة وعلى مذهب الشافعية. أما على الصحيح أن الدم ليس من النجاسات، دم الإنسان ليس من النجاسات. لماذا؟ لأنه ثبت الحديث عند سنن أبي داود وحسنه شيخنا رحمه الله في صحيح أبي داود أن صحابيان قاما على حراسة القوم، يعني حراسة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال أحدهما الآخر: نم أنت وأنا أقوم في نوبة الحراسة، حتى إذا نعست أو تعبت أو ما إلى ذلك أوقظك إلى الحراسة. قال: نعم. فقام هذا الرجل، هذا نام وهذا قام يصلي، فرآه رجل من المشركين فقال: لا شك أن هذا ربيئة القوم، يعني هذا حارسهم وهذا مكانهم، فرماه بسهم، فأصاب هذا السهم يد هذا الصحابي وهو في الصلاة، فاستمر في صلاته، فانتزع السهم ثم رماه وما زال في الصلاة، فرماه بسهم آخر فانتزعه، حتى إذا غلب عليه، يعني صار متعب والدم طبعا ينزل، أيقظ صاحبه، انتهى من صلاته وأيقظ صاحبه، فلما رأى صاحبه ما به من الدم قال: لما لم توقظني، يعني بمجرد ما أصبت بالسهم؟ قال: إني كنت في سورة من القرآن فما أردت أن أقطعها. يا سلام، انظر، يعني كانوا يتلذذوا بالقرآن. قال له: أنا كنت في سورة في القرآن، وفي بعض الروايات أنها كان في سورة الرحمن، يقول: فما أردت أن أقطعها، فاستمر حتى أتم السورة، دماؤه تنزف
وهو يستمر في قراءة القرآن تلذذا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الواقعة واطلع عليها صلى الله عليه وسلم، فلم يخبره أن صلاته بطلت بسبب خروج الدم. هذا شاهد. وشاهد آخر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما طعن في الصلاة، في صلاة الفجر، وكان يصلي وطعنه هذا الرجل المعروف. من هو الذي طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ قاتله الله، أبو لؤلؤ المجوسي. لما طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه ماذا حصل؟ أخذ عمر، يعني حمل عمر بعد أن طعن وغاب عن الوعي، فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس وما إلى ذلك. الشاهد حمل عمر إلى البيت، فكان يغيب ويستيقظ. كلما استيقظ سأل عمر: أصليت؟ قالوا: لا، ما صليت يا أمير المؤمنين. فيقول: الله المستعان. فيقوم إلى الصلاة فيخشى عليه، يغمى عليه، ثم يقول راوي الحديث عبد الله بن عمر ابنه: فصلى وجرحه يثعب دما. سقوه اللبن فشربه فخرج، فأدركوا أنه قد انتهى. فالشاهد أنه صلى وجرحه يثعب دما. لو كان الدم نجس لما صلى عمر رضي الله عنه وارضاه، لأنه تكون صلاة باطلة حينئذ. وثبت كذلك، وهذا هو الشاهد الثالث في الموضوع، من كلام الحسن البصري وهو من كبار التابعين، يقول: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون في جراحاتهم. يصلون في جراحاتهم، يعني والجرح يخرج الدم وهم يصلون في جراحاتهم. هذا دليل على أن الدم ليس بنجس. فعلى الراجح من أقوال أهل العلم أن الدم ليس بنجس، دم الإنسان. طيب، إذا كان دم الإنسان مش نجس، إذا سوف نخرجه من النجاسات ونقول أن الدم إذا خرج ليس بنجس بإذن الله عز وجل. وإذا أردنا أن نأخذ مذهب الشافعية والحنابلة ونحتاط، نقول أن الدم إذا كان كثيرا قد يكون نجسا على مذهب أولئك، فالأولى غسله إذا سقط على الثياب أو كان على البدن، حتى إذا بقي ولو أثره بقي على الثوب بعد الغسل فلا يضر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: ومثله، أي الذي يعفى عنه، الدم الذي يعفى عنه الدم اليسير، ومثله الدم الذي يخرج من الحيوان المأكول. يعني لما تذبح خروف أو عنز أو إبل أو بقر أو ما ذلك، الآن الدم الذي ينزل من هذه الذبيحة دم نجس؟ لا، ليس بنجس، دم طاهر. ما الذي ثبت في ذلك؟ ثبت من حديث أبي هريرة وغيره أنه نحر جزورا وتلطخ ثوبه بدم هذا الجزور فصلى ولم يعد الصلاة، صلى ودم الجزور على ثوبه. فدم الجزور أو دم ما يؤكل لحمه طاهر بإذن الله عز وجل على خلاف، لكن نتبنى الطهارة حتى نخرج من هذا. قال: دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. المؤلف على مذهب الحنابلة يرى أن الدم الذي يخرج من المأكول ليس بطاهر، هو نجس، وأنه يعفى عن الدم الذي يبقى في العروق واللحم. لا، أنت لما تذبح الذبيحة وتأخذ اللحمة بعد ما تقطعها بينزل منها دم ولا ما بينزل؟ بيبقى فيها دم شوي. طيب هذا الدم إيش هو؟ قال: مما يعفى عنه. الدم الذي يبقى في العروق واللحم مما يعفى عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. المؤلف رحمه الله يقول: ومن النجاسات. طيب، نحن حتى لا نتفرع وقفنا عند المذي والودي. انتبه الآن، 3: مذي وودي ومني. ما هو المذي؟ المذي سائل يميل للإصفرار، لزج متصل. هذا السائل يخرج بعد المداعبة أو مقدمات الجماع. نظر الرجل إلى زوجته فاشتهى الرجل زوجته، فماذا يحصل؟ تحصل مقدمات الجماع. ما هو مقدمات الجماع؟ التهيج عند الرجل والانتصاب وما إلى ذلك وكذا. الآن إذا ما صار الجماع بده يصير الآن فتور في جسم الإنسان. طيب، إذا فتر جسم الإنسان خرج هذا السائل الذي نتحدث عنه، اسمه المذي،
يخرج بعد الانتصاب. لما يصير عند انتصاب عند الرجل وما يصير جماع بعدها، يصير إيش؟ يصير ارتخاء. فلما يصير ارتخاء يخرج هذا الماء للإصفرار اللزج المتصل يسمى المذي. ما حكمه؟ حكمه أنه نجس، ولكن نجاسة مخففة. وبعضكم يعرف حديث علي رضي الله عنه وارضاه أنه يقول: كنت رجلا مذاء، يعني عنده حرارة في جسمه وكذا، ويصير معاه مثل هذا الموضوع اللي هو تأجج الشهوة. قال: فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. يعني علي رضي الله عنه متزوج بفاطمة رضي الله عنها وارضاها. قال: فأنا يعني استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الموضوع، فطلبت من أحد الصحابة أن يسأل. فكان هذا الصحابي هو المقداد ابن الأسود. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم للمقداد: إنما يكفيك أن تنضح عليه الماء وتغسل ذكرك وأنثييك أو وخصيتيك. إنما يكفيك أن إيش؟ أن تنضح عليه الماء. طيب، مجرد نضح الماء عليه هو سوف يطهر، لكنه نجاسة مخففة، الشارع خفف فيها. لماذا؟ لأنه يصعب على الإنسان ذلك، يصعب أن يحترز منها، خصوصا الشاب. فماذا يحصل؟ يكفي أن ينضح الماء على أي مكان تسقط عليه، على الجسد أو على الثوب، ينضح الماء هكذا، يفعل بالماء، يرش الماء عليها، لاحظ، ثم يغسل الذكر والخصيتين. هذا المذي. متى يخرج المذي؟ يخرج بعد الفتور، يعني بعد فتور الشهوة عند الرجل. عندنا كذلك الودي أو الودي. ما هو الودي؟ الودي، انتبه معي، ماء أبيض، هذاك ماء للإصفرار، هذا ماء أبيض لزج، لاحظ، بياضه يضرب على كدرة، يعني بياض على سواد، لاحظ، يخرج قطعا. الأول كان لزج متصل، الودي قطع بيضاء زي المني تماما. لكن ما الفرق؟ المني سوف يأتينا لا يخرج إلا بتدفق وشهوة. الودي يخرج بعد مرض أو برد أو ارتخاء. هذا الودي زي المني، شكله شكل المني، أو أبيض ماء للكدرة، يخرج على شكل قطع ولزج. متى يخرج؟ يخرج بعد البول. اللي مصاب ببرد مرات شوف أنه ينزل منه هذا الماء بعد البول، يحس أنه في شيء موجود في القضيب بعد البول، فإذا بهذا القطع اللزجة تخرج. هذا ما حكمه؟ نجس، حكمه أنه نجس. يخرج كذلك مرات بعد إيش؟ بعد البرد، لما يصير عنده برد يخرج، ومرات يخرج عنده على أثر سلس البول أو على أثر مرض يكون موجود معه. ما حكمه؟ نجس. طيب، إذا كان نجس ما معناه؟ لابد أن يزال، وليست نجاسته مخففة، بل هو من النجاسات التي لابد أن يزال عينها أو أن يغسل إذا وجد على الملابس أو على الجسد. إذن عندنا المذي أو المذي، عندنا الودي انتهينا منه، عندنا المني. ما هو المني؟ معروف، ماء أبيض لزج يخرج عقب ثوران الشهوة. يصير في ثوران، يحس الإنسان بجسمه أنه حامل وأنه كذا وأنه كذا، فإذا أعقب ذلك جماع أو احتلام في النوم أو إنزال للمني باليقظة، حينئذ سوف يقذف هذا الإنسان هذا السائل قذفا، فيخرج على شكل ماذا؟ دفعات. هذا الماء الأبيض الذي نتحدث عنه طاهر وليس بنجس، خلافا للشافعية. لماذا؟ قالوا لأحاديث. أول هذه الأحاديث حديث الإمام مسلم من حديث عائشة قالت: كنت أرى المني في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فأحته بإظفري
حينما يكون يابسا. تمسك المني هكذا من الثوب تحته يعني إيش؟ يعني تبدأ بأظافرها هكذا تفعل حتى تزيل عينه، لكن يبقى أثره، تزيل لأنه يابس تفكه. يقول وإذا كان رطبا أزلته، يعني إيش؟ رفعته من الثوب. هذا حديث. وفي رواية أنها كانت تزيله والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني تحته والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وهي في رواية أبي داود. هذا دليل على أن المني طاهر. هذا واحد. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المني فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو بمنزلة المخاط. شبه النبي صلى الله عليه وسلم المني بماذا؟ بالمخاط، وهذا حديث صحيح موجود في سنن النسائي وغيره. شبه النبي صلى الله عليه وسلم المني بماذا؟ بالمخاط، وقال إنما يكفيك هذا. طيب المخاط نجس؟ المخاط ليس بنجس، فتشبيه المني بالمخاط دليل على طهارة المني. فالمني طاهر على الصحيح من قول أهل العلم. لذلك لو أن شخصا احتلم فاستيقظ واغتسل ثم صلى الفجر والظهر وعلى ثوبه أثر المني فصلاته صحيحة. معي؟ اغتسل وقام من النوم محتلم مثلا، فصلى، اغتسل وصلى، لبس نفس الثياب اللي كانت عليه وما انتبه للمني، وصلى الفجر والظهر والعصر وهو ما زال المني على ثوبه، صلاته ما حكمها؟ صحيحة. لماذا؟ لأن المني طاهر وليس بنجس. طيب إذا رأى المني نقول إن كان يابسا يكفي فركه، وإن كان رطبا أزاله، ولكنه ليس بنجس. مما قاله العلماء أن أصل الإنسان من الماء، وسوف يأتينا أن المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا كما سوف يأتي بعد ذلك. إذن المني طاهر ومع ذلك نحتاج فيه الغسل. شوف انظر يا أخوان، هنا تأتي مسألة الدين. هذا الدين مبني على التسليم. شخص جاء وقال يا أخي البول وبدنا نتنظف من وراء وكذا، بكفيه إنه الواحد يتوضأ. طيب والمني أنت مش بتقول طاهر؟ طيب ليش واحد يغتسل؟ سبحان الله، هكذا الشرع، هكذا الشرع. قالوا والاغتسال له فوائد، أنه نشط الدورة الدموية وما إلى ذلك، لكن نحن أمرنا بهذا، أمرنا الشارع أن نغتسل من المني حتى وإن كان طاهرا. طيب هذا ما يخرج من الإنسان، يخرج هذه الأشياء التي ذكرناها، وذكرنا أنها متعلقة في باب النجاسة ووضحنا. قال المؤلف رحمه الله ومن النجاسات، الآن دخلنا في الحيوانات، انتهينا من الإنسان من الرجل. الآن في عند المرأة شيء آخر سوف نذكره اللي هو دم الحيض والنفاس وما ذلك، لكن في الرجل انتهينا. الغائط الآن نجس لا بد من إزالته، والبول نجس لا بد من إزالته، والمذي نجس لكنه نجاسة مخففة، والودي نجس، والمني طاهر. ماذا بقي؟ الدمع والعرق والمخاط، لاحظ، وما إلى ذلك كله طاهر. طيب والدمامل وما إلى ذلك والتقرحات كلها مما يعفى عنه، لأنه لم يجد فيها دليل في نجاستها، مما يعفى عنه بفضل الله سبحانه وتعالى. والدم قلنا أنه طاهر، هناك خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه إذا كان كثيرا فهو نجس، وإذا كان أقل من الدرهم فيعفى عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب جاء الآن المؤلف ودخل في الحيوانات. قال المؤلف رحمه الله ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. كل حيوان محرم، الأصل أن يقول محرم. طيب أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات. إذن هذه قاعدة، كل حيوان محرم أكله فهو نجس، بوله نجس، روثه نجس. أو نقول كل حيوان محرم أكله، روثه وبوله نجس. مثل إيش يا شيخ؟ ما الذي يحرم أكله؟ مثلا هذا واحد، إذا معناتها أجلك الله جعموسة البسة
نجس صح؟ وبول البسة نجس. طيب والكلب بوله نجس وروثه نجس. طيب والذئب كذلك. طيب والسباع كلها كذلك، بول الأسود وروثها والسباع والذئاب والدببة، كل ما لا يؤكل لحمه أو محرم أكله فبوله وروثه نجس. أنتم معي؟ طيب والسباع كلها بولها وروثها نجس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل، وحديث قد مر عندنا، هو حديث بئر بضاعة، أن هذه بئر تردها السباع والهوام، تردها يعني تشرب منها. لاحظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا دليل على أنها، لاحظ، أنها نجسة، فمجرد شربها لا يؤثر في الماء ما دام أن الماء لم يتغير كما مر عندنا بإذن الله عز وجل. طيب، يقول المؤلف: وكذلك الميتات. الميتة نجسة. طيب الميتات سوف نقسمها 3 أقسام. نقسم الميتات إلى 3 أقسام. الميتة الطاهرة قولا واحدا. ما هي الميتة الطاهرة؟ لا، السمك والجراد. كل ميتة البحر طاهرة، كل ما يخرج من البحر طاهر. السمك بكل أنواعه أشكاله، قنفذ البحر، لاحظ، حية البحر، كل ذلك طاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا: أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك، وفي رواية الحوت والجراد. الآن لما يأتي الجراد، الله يعافيكم على مكان، بمجرد أنك أنت تصيد الجراد لك أن تأكله وهو حي، وإذا ضربته ومات لك أن تأكله وهو ميت. حدا جرب أكل الجراد؟ زاكي جدا. كنا في اليمن صارت موجة من الجراد، يقول لك صار الواحد مش لاقي، مش قادر يحصي الزخم الموجود يعني أبدا، بس افتح هيك الشوال وعبي، افتحه. فماتت طبعا بعد يوم يومين، بعد ما أكلت المحاصيل ماتت الجراد، مات. فالشباب ما شاء الله اللي ماسك القلاية بيقلي فيها، واللي المهم في النهاية فميتة الجراد تؤكل. هذا قولا واحدا، انتهينا. وميتة الحيوان، لاحظ، ميتة الحيوان الذي لم يذكى فهو نجس قولا واحدا. وميتة، لاحظ، وميتة الحيوان الذي لا يؤكل فهو نجس. ماذا الذي يستثنى من نجاسة من الميتة الآن؟ يستثنى التي تذكى. انتبه معي شو بدي أسوي الآن. لحم الحيوان قبل ما يذكى، لو جيت الآن لخروف وقصيت إليته وهو حي، هل يجوز أن تأكلها؟ لماذا لا يجوز؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما ذبح من الذبيحة وهي حي فهو ميت. هذه قاعدة. إذن بدي كمان أسأل سؤال، أريد أن أسأل سؤالا. لو أن خروف مشى وسقط وانكسرت قدمه، أو انبترت قدمه بأي مكان معين، يعني إشي جارح أو كذا، وقعت مثلا، خلينا نقول عافاكم الله، قدمه فيها لحم، هل يجوز تقول خلاص أنا بأخذها الآن وبسلخها وبرتبها وبأخذ اللحمة وبأكلها؟ يصير؟ ما يجوز. فالميتة التي تؤخذ من الحي لا يجوز أكلها، تعتبر ميتة، فهي محرمة. طيب متى يجوز أكلها؟ مش هذا طبعا، أكل اللحم إذا ذكيت ذكاة شرعية. الحالة الوحيدة التي يجوز فيها أن تأكل هذا اللحم إذا ذبحت وقلت بسم الله وذبحتها أنت بنفسك، قطعت من البلعوم وما إلى ذلك.
طيب لما أقول بسم الله وأقطع اللحم، حلال أكله؟ أكيد. طاهر؟ طاهر. طيب الأحشاء الداخلية يجوز أكلها؟ ها؟ مين قال نعم؟ المذكر يعني يجوز أكله داخل البطن جائز. كل اللي جاء داخل البطن كله يجوز أكله، ما يستثنى منه شيء. خلاص ما دام ذبحت ذكيت كله يؤكل. طيب سؤال، الجلد اللي موجود الآن والعظم اللي موجود الآن طاهر ولا نجس؟ تفضل يا شيخ. قبل الدباغ ليش نجس؟ احنا طيب حديث النبي. تفضل يا شيخ محمد. ها؟ احنا طبعا اول شيء ما بدناش الارسال البعيد هذا، بدنا تليفون حتى نتكلم معك. عشان مروحه. غفر الله لك وغفر الله لها. طيب شو ماله؟ طاهر قبل الدباغ. قبل الدباغ ليس بطاهر. قبل الدباغ ليس بطاهر يا شيخ. جلد الميتة، جلد هذه الحيوان نجس. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مر على قوم فمعهم شاة ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. في رواية: أيما إهاب دبغ فقد طهر. يقول العلماء أي أنه قبل الدباغة ليس بطاهر. ما هو الدباغة؟ الدباغة أن تأتي بالجلد وتضعه مع شوية عفص ومع عفص وملح وكذا، يعني على مواد معينة. طيب هذه المواد ماذا تفعل في الجلد؟ ترفع الزهومة والرطوبات النجسة اللي موجودة في الجلد. أنت الآن لما تسلخ يبقى فيه بقايا داخل على الجلد الكذا، هذا الجلد نجس قبل الدباغ، لا يجوز أن تستفيد منه إلا بعد الدباغ. أما قبل الدباغ ما يجوز أن تستفيد، هو نجس. الجلد المذكات نجس يا شيخ حتى يدبغ. حتى يدبغ. الجلد لابد من دباغته يا شيخ. مذكات ولا لا؟ طيب مدبوغة ولا لا؟ الملح دباغ. ما احنا هكذا اللي بنقوله الآن. الملح ليش بيضعوا عليه؟ حتى يشيل يا شيخ الزفر، احنا اللي بنقوله، والزهومات والرطوبات الموجودة. هذا حديثا، لكن سابقا كان الدباغة يوضع الملح مع شوية عفص عليه ويعرضه للشمس. مجرد هذا الفعل بيشيل النجاسة اللي موجودة عليه. واضح؟ طبعا المسألة فيها نقاش، لكن خلاص احنا نختصر على الموضوع هذا، انه الجلد لا بد من دباغته. كيف يعني دباغته؟ يعني وضع الملح مع العفص مع غير المواد اللي ترفع عنه الزهومات والرطوبات اللي موجودة. كيف؟ أفهم، لكن هو للحديث كلام في هذا الموضوع. طيب يا أخوان، نختصر الموضوع حتى نقف عند هذه النقطة. قال المؤلف رحمه الله: كل الميتات نجسة إلا ميتة الآدمي. طبعا الآدمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنجسوا موتاكم، كما في الحديث: فإن المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا. أما الوضوء من غسل الميت أو الغسل من غسل الميت فهو على الاستحباب. سوف يأتينا أن واحد غسل الميت يغتسل، نقول أن الوضوء يكفيه. أما الغسل فهو من باب الاستحباب وليس لأنه نجس. قال المؤلف رحمه الله: وما لا نفس له سائلة، يعني ليس له نفس سائلة كالجراد أو كالحشرات كالنمل كالصراصير، عافاكم الله. أي شيء ما له نفس سائل، يعني لا يخرج منه
شيء سائل كالبعوض وما إلى ذلك كذا، ما يخرج منه شيء سائل كثير، هذا مما يعفى عنه بإذن الله عز وجل. والسمك والجراد لأنها طاهرة. لعلنا نقف عند هذا الباب، نسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم على الخير وينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان من سؤال، تفضل يا شيخ. كيف يعني يعتبر كحليب الأم في الحكم؟ يعني مثلا فصل الربيع الأصل لو بات يعني على رجل الإنسان يوضح هذا مكان البول، نفس الآن لو كان يعني يرضع من الآن الحليب المصنع نفسها، ما دام أنه يرضع وما أكل الطعام لحد الآن ينطبق عليه نفس الكلام، ما عندنا تفريق في ذلك. الحليب المصنع زيه زي الحليب، ما دام يرضع ما دخل في طور الأكل والشرب ما زال رضيعا ينطبق عليه نفس الحكم. الله أعلم. الآن يا شيخ الميتة إذا كانت مما لا يؤكل لحمها ماتت، الآن أخذت أنت جلد هذه ما ذبحت طبعا، ماتت وأنت جيت على ذبيحة ميتة وأخذت جلدها، لا بد من دباغته. إذا ما دبغته لا يعتبر طاهرا، لا بد من دباغته حتى يعتبر طاهر بإذن الله. تفضل يا حج. من شقين ما شاء الله. الخيل ما بها. الخيل طاهرة وليست بنجسة. طاهرة ليست بنجسة. نعم تؤكل، على الراجح أنها تؤكل إن كان لحمها يا حج. أي نعم. الأصيلة يؤكل، لكن مين اللي بده يأكل خيل؟ الجراد يذكى يعني يذبح؟ لا ما يذبح يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجراد ما يحتاج إلى تذكية. أيوة بحالته، كلها أني أمسكها وكلها أني مريم هي والبضاعة. تفضل يا شيخ. حكينا أنه بول وروث الحيوانات المحرم أكلها نجس. الآن الأمور الثانية العرق وغير العرق كالريق وغير ذلك ما يخرج من الآن، هل يتبع نفس الحكم؟ الشارع سكت عن موضوع العرق وما إلى ذلك، فنحن ما نخوض فيها، بمعنى ما عندنا دليل يوجب في ذلك. اللهم إلا سؤرها. السؤر فيه كلام، أن سؤر ما لا يؤكل لحمه فهو نجس، لدليل الحديث الذي ذكرناه أن بئر بضاعة ينوبها الدواب والسباع، يعني يأتونها، فطبعا يأتونها لماذا؟ حتى يشربوا منها. فسؤر ما لا يؤكل لحمه نجس، أما سؤر ما يؤكل لحمه فهو طاهر بإذن الله. وما سوى ذلك فقد سكت عنه الشرع. ما دام أنه سكت نحن ما نحاول أن نخوض فيه، والأصل في كل شيء كما يقال على ما هو عليه، لا دليل على ذلك. عفوك الشيخ لسه عنده سؤال. أنت مش قلت شقين؟ خلصوا شقين حج؟ لسه شق ثالث. طيب المفروض انت طيب ماله؟ هذه لو تسمح لنا الدرس القادم فيها مبحث طويل، راح نتكلم على الإبل ولحم الإبل وشو فوائد لحم الإبل وليش إنه لحم فيه سخونة وحرارة وفيه ملوحة. راح نتكلم على هذا، ونتكلم ليش النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يعني نتوضأ من لحم الإبل إن شاء الله. كيف؟ صح بس في غاية أو سبب في الوضوء من لحم الإبل بإذن الله. تفضل يا شيخ. أكيد المني طاهر، ما دام أنه طاهر، لو ما غسله المني طاهر يا شيخ. والله أعلم. يجوز الاستجمار أكثر من 3 حجارة إذا لم يوجد الماء؟ أكيد، نحن قلنا إذا ما نقي المكان يجوز أن يزيد على 3 أحجار حتى ينقى المكان، 5 أو 7 فليوتر بها وترا، هذا الأفضل. والله أعلم. أقل من 3 أو حتى أقل من 3 لا، هذا هو ظاهر الحديث. نعم. متى ما بدأ يأكل ما انطبق عليه الأمر، خلاص مجرد ما يبدأ يطعم. إذا أمه الله يحفظها هرفة ما بصير،
إنه في بعض النسوان بيزق في الولد وهو لسه عمره 4 أشهر 3 أشهر تبدأ تزق له أكل، فمتى ما أكل خلاص لا ينطبق عليه الموضوع. سؤال أخير تفضل. الشيخ الآن يعني يتكلم الشيخ فيه فإذا قضى حاجته واستجمر ب3 أحجار ونحوها يرجع عن ابن الشيخ لأن الشارع لم يشترط في الغسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب. يعني هنا يذكر أنه ما ذكر العدد إلا في نجاسة الكلب، لكن هنا يذكر ب3 أحجار. لا، هو النجاسات إجمالا هو بيقول أنه ما فيش عدد محدد فيها، وهنا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر ب3، لكن هل يجوز زيادة على 3؟ نعم. طيب الآن استنجاب الماء يعني هل تكفي غسلة واحدة؟ إذا نقي المكان بغسلة واحدة تكفي، حسب، مرة واحدة تكفي إذا نقي المكان. نحن العبرة في ذلك بإزالة عين النجاسة وتنقية المكان. بمرة يجوز، بمرتين يجوز، ب3 يجوز، إن لم تكفي 3 صارت 5 حتى تنقى. لا أنا قصدي أقل، يعني لو واحدة بالماء تكفي، لو واحدة تكفي بإذن الله. ببعض الأحيان عفوا يأتي البراز لين ومصحوب بمخاط، قد ما يكفي 3 ولا 5 حتى ينظف المكان. ففي النهاية العبرة بإزالة عين النجاسة ونقاء المكان، هذا هو العبرة بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.